تخيل إن في مصنع واقف بقاله أكتر من 15 سنة ما بيطلعش حاجة، اسمه الناس نسيته وبيتحول لمجرد أطلال، وفجأة نلاقيه بيحقق أرباح ب 35 مليون جنيه. مش بس كده، لا ده كمان بيصنع أتوبيسات جديدة، بيخطط لعربيات كهرباء، وراجع بخطة إنتاج تنافس العالمية. هو ده اللي حصل مع شركة النصر للسيارات، واللي كانت زمان رمز للصناعة الوطنية، ورجعت النهاردة تحاول تستعيد أمجادها. في الفيديو ده هنمشي سوا في رحلة طويلة، هنفهم فيها القصة من أولها، من أيام عربيات 128 لحد أتوبيس نصر سكاي، وهنسأل سوا هل فعلا مصر راجعة تصنع عربيات ولا مجرد شو إعلامي؟ خليك معايا علشان القصة دي هتفاجئك. وزي ما دايما بيقولوا، مش مهم إنك تقع، المهم إنك ترجع تقف على رجليك. وده بالظبط اللي حصل مع شركة النصر. في وقت الناس كانت فاكرة إن المصنع انتهى خلاص، الدولة قررت تاخد قرار جريء وتبعث فيه الروح من تاني. القرار ما كانش سهل ولا بسيط، لكنه كان نابع من احتياج حقيقي لصناعة وطنية بتحافظ على اقتصادنا وتقليل من الاستيراد. وده اللي هنشوفه بالتفصيل في كل فقرة جاية، لأن الموضوع أعمق من كونه مصنع يشتغل تاني. دي قصة بلد بتحاول تعتمد على نفسها. ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقائق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. شركة النصر للسيارات اتأسست سنة 1960، وكان الهدف الأساسي منها وقتها إن مصر تبقى عندها صناعة سيارات وطنية بدل ما نفضل نعتمد على الاستيراد من بره. وفعلا بدأت بتجميع وإنتاج موديلات زي فيات 128 و131 وغيرها من العربيات اللي بقت جزء من ذاكرتنا. لكن مع مرور الوقت الشركة ما طورتش نفسها، فضلت شغالة بنفس التكنولوجيا القديمة لحد ما بقت مش قادرة تنافس لا في جودة ولا في سعر. ومع دخول العربيات الكورية واليابانية والأوروبية، المستهلك المصري فقد الثقة في المنتج المحلي. الشركة بدأت تخسر، وبعد سنين من المعاناة تم تصفيتها رسمياً في 2009 ووقفت كل خطوط الإنتاج. اللي حصل مع النصر مش بس قصة شركة وقعت، لكن انعكاس لحالة صناعة كاملة كانت بتنهار قدام عينينا. العالم كان بيتطور بسرعة، التكنولوجيا بتتغير، والشركات الكبيرة بتستثمر في الابتكار، بينما احنا كنا واقفين في مكاننا. مفيش تجديد حقيقي في خطوط الإنتاج، ولا دراسة للسوق، ولا حتى تطوير لوجو التسويق أو خدمات ما بعد البيع. واللي حصل كان طبيعي، الناس بدأت تميل للعربيات الأجنبية اللي بتوفر راحة أكتر وجودة أعلى، لحد ما الحكومة قررت تقفل المصنع وتقول خلاص المشروع فشل. لكن هل ده كان معناه إننا ما نقدرش نرجع؟ الإجابة هنعرفها في الفقرة الجاية. في السنين الأخيرة الحكومة المصرية بدأت تهتم بفكرة توطين الصناعة من تاني، خاصة في القطاعات اللي بنستورد فيها كتير زي السيارات. وكان من ضمن الخطط إعادة إحياء شركة النصر بس بشكل جديد. الهدف دلوقتي مش إننا نرجع ننتج نفس العربيات القديمة، لكن نبدأ من أتوبيسات النقل خاصة السياحية والكهربائية، ونستخدم فيها مكون محلي كبير. ده بيساعدنا إننا نقلل الضغط على الدولار ونوفر فرص شغل وننقل تكنولوجيا جديدة ونبني سلسلة توريد كاملة حوالين صناعة المواصلات. الحقيقة إن خطوة رجوع النصر مش قرار عشوائي، دي كانت نتيجة لاحتياج اقتصادي ملح. مصر بتستورد عربيات ومكونات سيارات بمليارات الدولارات، وده بيشكل عبء كبير على الميزان التجاري. وفي ظل أزمة الدولار والحاجة لتقوية الصناعات الوطنية، كان لازم نرجع نفكر في إحياء مصانع زي النصر. بجانب كده الدولة عندها رؤية 2030 اللي بتركز على تقوية الاقتصاد الإنتاجي وتوطين الصناعة بدل من الاعتماد على الاستيراد والخدمات بس. ورجوع النصر يعتبر أول اختبار حقيقي لقدراتنا على إعادة بناء صناعة كاملة من الصفر تقريباً. لو نجحنا فيها يبقى نقدر ننجح في غيرها. في 2024 شركة النصر رجعت للإنتاج فعلياً، وبدأت بخط إنتاج جديد تماماً لأتوبيسات باسم نصر سكاي ونصر ستار. نصر سكاي أتوبيس سياحي بمواصفات حديثة ومكون محلي نسبته 63%، وده رقم كبير مقارنة بأي منتج جديد.
كمان نص ستار ميني باص بمكون محلي 70%. المصنع اللي كان واقف بقاله 15 سنة رجع يشتغل بأجهزة حديثة وبشراكات جديدة وخطة لزيادة الإنتاج تدريجياً. الكلام مش مجرد إعلان، في فعلاً إنتاج حالي شغال وفي طلبيات اتسلمت لمؤسسات وشركات. والجميل في الموضوع إن الإنتاج مش بس كلام على ورق، لأ، في فعلياً أتوبيسات بتمشي في الشوارع ومتعاقد عليها ومؤسسات بتستلمها، وده بيدي مصداقية للمشروع ويخلي الناس تبدأ تبص للمصر بنظرة تانية. كمان فكرة إن نسبة المكون المحلي زادت عن 60% معناه إن في شغل بيحصل على مستوى الصناعة بالكامل، من موردين قطع غيار لمصنع بينتج المكونات دي، وده بيخلق دورة اقتصادية بتفيد الكل. المرة دي الرجوع مختلف، مش مجرد إعلان تشغيل مصنع، لكن تأسيس منظومة إنتاج محلي متكاملة، ولو استمرت هتكون نموذج للصناعات التانية. في أول سنة تشغيل حقيقية، شركة النصر أعلنت إنها حققت صافي ربح 35 مليون جنيه، وده رقم كبير جدا لشركة كانت واقفة تماما. الربح ده جه منين؟ ببساطة من بيع الأتوبيسات للمؤسسات، ومن إن المصنع بقى يعتمد على مكونات محلية أكتر، وده قلل تكلفة التصنيع. يعني الشركة قدرت تبيع بسعر كويس وتكلفة أقل، فحققت مكسب حقيقي. اللي بيشتري كمان مش شخص عادي، دي جهات زي شركات نقل سياحي، مؤسسات حكومية، واللي محتاجين كميات فبيطلبوا بالأعداد. المهم في الربح إنه مش مجرد رقم بيتقال في تقرير، ده معناه إن المشروع قادر يقف على رجليه وإن في طلب فعلي على المنتج. الربح كمان بيخلي فيه سيولة مالية تساعد الشركة في تطوير نفسها أكتر وتحسن الجودة وتدخل مشروعات أكبر. ولما الشركة تكسب، المستثمرين بيتحمسوا والعمال بيشتغلوا بجد والسوق كله بيتحرك. كمان نقدر نبص على الربح ده كإشارة لنجاح السياسة الصناعية الجديدة للدولة اللي بتحاول تعيد الروح لصناعات مهجورة. ولما تشوف مصنع متوقف بيرجع يشتغل ويكسب، ده معناه إننا ممكن نكرر نفس النجاح في مصانع تانية. فالموضوع أكبر من 35 مليون، دي بداية ممكن توصل لمليارات لو الأمور مشيت صح. في خطط فعلية إن النصر تبدأ تدخل سوق العربيات الملاكي، بس المرة دي بشكل متطور، في مشروع لإنتاج أول عربية كهربائية مصرية بالكامل. والشركة بدأت بالفعل إعداد خط إنتاج للموضوع ده بالشراكة مع جهات دولية وبتدريب مهندسين وفنيين مصريين. الهدف هو إنتاج عربية ملاكي كهرباء بسعر منافس وجودة تخليها تنافس العربيات المستوردة. لو الخطة دي مشيت، مصر هتبقى أول دولة في الشرق الأوسط عندها عربية كهربائية من إنتاج محلي. وطبعاً دخول سوق السيارات الكهربائية مش سهل، لكنه مهم جداً، لأن العالم كله رايح في الاتجاه ده. أسعار البنزين بترتفع والتلوث بقى مشكلة كبيرة، وكل الدول بتحاول تقلل من الانبعاثات. فلو مصر دخلت اللعبة دي بدري، ممكن تاخد مكان كويس في السوق العالمي. النجاح في تصنيع عربية كهرباء مش بس هيكون إنجاز تقني، لكنه هيكون نقلة اقتصادية. يعني ممكن نصدر وممكن نعمل مصانع بطاريات ونخلق فرص عمل جديدة في مجالات حديثة، وده مش حلم بعيد، لأن خطوات البداية اتعملت فعلاً والتجهيزات شغالة على الأرض. النجاحات دي لسه في بدايتها، ولسه قدام الشركة تحديات كبيرة. الناس محتاجة تثق تاني في المنتج المحلي، الجودة لازم تكون عالية فعلاً مش كلام، الأسعار لازم تبقى منافسة مقارنة بالبدائل المستوردة، لازم يكون في خدمة ما بعد البيع وصيانة وقطع غيار متوفرة. يعني باختصار، البداية حلوة، لكن الاستمرارية محتاجة شغل أكتر بكتير. الثقة مش بتتبني في يوم وليلة، الناس لسه فاكرة تجربة المنتجات المحلية القديمة وكانت أغلبها محبطة. فلو المنتج الجديد مش هيكون مختلف فعلاً، الناس هتفقد الأمل بسرعة. الجودة هنا مش رفاهية، دي ضرورة، خصوصاً لو بنتكلم عن عربيات بتتحرك على طرق سريعة فيها أمان وحياة ناس. الأسعار كمان نقطة مهمة، لأنه لو سعر المنتج المحلي أغلى أو قريب من المستورد، الناس طبيعي هتختار المستورد. فلازم يبقى في تنافسية حقيقية مدعومة بجودة وسعر وصيانة. كمان لازم يكون في خطة تسويق محترفة تشرح للناس المنتج وتعرفهم بيه وتديهم ثقة، وده محتاج شغل جماعي من الشركة والإعلام والدولة. في النهاية، قصة النصر مش مجرد مصنع رجع يشتغل، دي قصة رمزية لبلد بتحاول ترجع تصنع، تشتغل وتبني من جديد. لما تمشي في الشارع وتشوف أتوبيس عليه شعار النصر، افتكر إن ده مش مجرد وسيلة نقل، ده مشروع قومي راجع من الماضي وبيحاول يبني مستقبل. هل هيقدر يستمر؟ هل فعلا هينافس؟ ده اللي الأيام هتجاوب عليه. لكن لحد دلوقتي البداية مبشرة. قول لنا رأيك في الكومنتات، تحب تركب عربية من إنتاج شركة النصر ولا لسه مش واثق في الصناعة المحلية؟ وما تنساش، دعمك للمنتج المصري مش بس بيشجع مصنع، ده بيخلق فرص عمل وبيحافظ على اقتصادنا. فكر تاني وقارن، وساعتها احكم بنفسك. يمكن تكتشف إن اللي بنصنعه هنا يستاهل فرصة حقيقية. بس كده، وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك،
لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي، شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله ما تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري، هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.